دي اوضه برضو، هي 3 اوض، مساحه 100 متر. الشقه دي عامله 110 في وش الساحل. حاجه جميله. حبينا برضو نعمل جايزه، ولو وصلنا 50,000 هنكسب واحد، نختار واحد من اللي هم في القناه ونكسبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده الاسانسير يا جماعه اهو. هنا في اتحاد ملاك والعقار مسجل. جايب لكم من اول مدخل الاسانسير كده. الشقه تشطيبها لوكس، 3 اوض وريسبشن زي ما بيقول يعني. تشطيبها حلو برضو. هنا المطبخ امريكاني. هنا زهراء العجمي. الناس اللي بيحبوا الرقي والهدوء كده بيجوا بقى، اللي هم طلعوا معاش دول وعايزين بقى يحكوا ويعيشوا حياتهم. ده ريسبشن اهو، وبتشوفوا البحر كمان. هنا اوضه من ضمن الاوض، تشطيب زي ما انتم شايفين اللوكس. احلى حاجه هو استثمار العقارات، معروف على مستوى العالم. والنهارده اللي معاه قرش يحاول يحطه في عقار، ما يستناش بكره وبعده، عشان عارفين الفلوس بتتبخر والفلوس ما عادش ليها قيمه. النهارده انت لو معاك 250 وحاططهم في الدولاب، يعدي عليهم شهرين تلاقيهم 120. قال لا، تقعد تتخانق مع مراتك. طب هي ذنبها ايه؟ ما انت اللي عمال تسحب 100 في 200 لما فضلكش غير الاستك. هو ظروف الحياة والضغوط زي ما انتوا عارفين. دي أوضة برضو، والتشطيب حلو زي ما انتوا شايفين. هتلاقي نفسك مفيش غير الاستك في الآخر. ده لو طولته. سامعين صوت البحر من هنا؟ كل الشقة جميلة وكبيرة ب3 أوض. هي كانت بتتكلم في 250، آخرها 240,000، وهتستلم على طول، مفيش بكرة وبعده. 3 أوض كبار. برضو أوضة أهي، كلها شمس وهوا صحي. كمان المدخل بتاع العمارة جميل جدا، هيعجبكم. شيل أوضة نوم مرتاحة. أوضة التشطيب زي ما انتوا شايفين، والاستلام على طول، مفيش بكرة وبعده. حبايبي وحشتوني والله. دايما بحب أجيب لكم الحاجات الحلوة اللي بتحبوها. النهاردة العقارات كل يوم الزيادة. وادي البحر أهو، بينك وبين البحر مفيش، كلها أبراج. هنا ده مرتجع مرخص ومسجل. بالنسبة للسلام فوري. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي محمد عبد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده باب حديد يا جماعة. هنا في أسانسير في اتحاد ملاك، الدور التالت، دور مميز بالرخص، زهراء العجمي. تمام. ده باب الشقة أهو. الشقة دي اللي ياخدها لقطة، لأن مساحة الشقة 100 متر صافي. تمام. خليكم معانا كده. لو حد عايزها بعفشها ماشي، حد عايزها فاضية ماشي. طبعا الشقة دي صاحبها مستعجل، كان بيتكلم فاضية ب260,000. طبعا هنا من هنا ومن هنا تقولوا طالما مستعجل يبقى تريح السعر يا باشا، عشان بيع الاستعجال غير اللي بيع الراحة. المهم خلصت معاه على 220,000 من غير نقاش كده. مصفصفة على الآخر. طب لو حد عايزها بعفشها، يقولوا 260. بس أنا متهيألي ياخدها فاضية أحسن ويجيب عفش على ذوقه، لأنه بيقولك العفش غالي عليه قوي وجايبه من دمياط.
زي ما انتوا شايفين العفش بيقول لك الماء ايه حته حته. طيب ماشي، فاحنا خلينا ايه وحسب راحتكم وحسب ما ترتاحوا انا معاكم. اجمل حاجه هو استثمار العقارات. دايما مع اقولها لكم وبكررها لكم، العقارات كل يوم في الزياده، عامله زي الجبنه التركي كده، كل ما تقدم كل ما تحلو. طب ليه؟ الفلوس النهارده يا جماعه ما عادش ليها قيمه. يعني انت لو خدت شقه زي دي ب220 انت كده فزت بالشقه. عشان تاخد شقه زي دي وتبنيها وتشطبها والله تصرف عليك دلوقتي 400,000. حاجه غاليه نار مولعه. دايما بيقولك اللي شاري كسبان واللي بايع خسران. طبعا زي ما انتوا شايفين البوتاجاز هو اصفر ولا النظافه بتاعتي طب كويس، ضمننا انك مش هتعملي حلويات ابدا في الفرن. غساله، مطبخ واسع. واقول لك الزيت اهو يا عم، بس متقولش الزيت شاحح اهو، الزيت موجود. والتلاجة اهي فاتحينها لك. طبعا النهارده انت بايه لو معاك 200,000 وحاططهم في الدولاب ومستني يبقوا 300 ولا 400، انت كده بتهزر وبتضيع فلوسك، انك هتسلي عليهم 100 في 200 في 300 والله ما يكملوا شهر وهتلاقي نفسك بتندم ومفيش غير الاستيك، وتقعد بقى ايه تنفخ في السجاير في وش الولية. ما انا قلت لك حطهم في شقة. ولا كل راجل عظيم ست عظيم. انا عارف الستات هم اللي اللي بيدبروا وهم اللي بيشتروا. الراجل عليه يشتغل، والراجل لو وصل لأعلى مناصب بيبقى كله من الست اللي هي مريحاه وشايفة بيتها وعيالها ومدبرة. الحياة حلوة، عيشوها بحلاوتها ومرتها جميلة. والإنسان بالنسبة للعرسان الشباب الصغيرين يبدأوا بقى بأوضتين وصالة، أوضة وصالة، امشوا على قدكم. في شقق معانا ب70 على قدها برضو للشباب الغلابة. احنا بننزل 3 شقق والله. احنا من الضغط يا جماعة كمان في ضغوط برضو في المكتب، وجايني شغل في وسط البلد عايز انزل اصور لكم مش قادر علشان خاطر الناس. القناة كبرت وبتاعتكم في ناس بتزعل لو رن مرة وما لقيناش حد رد عليه، بتبقى غصب. علشان الموضوع مش ان انا ابيع واجري وخلاص، الموضوع ان انا لما بتجيني شقة والزبون جاي يخلص فيها بنبقى معاه في الشهر العقاري عشان نبص على تسلسل الملكية كامل، بنعمله توكيله ورقه بياخده. والحاجات دي فيها صعوبة شوية علشان خاطر الزبون اللي جاي يبيع ده هيبيع ويمشي، اما اللي هيشتري بيبقى قاعد معاك. فانت لازم تخلي بالك. ده الشارع اهو، ده الدور الثالث. فانت بتخلي بالك للورق، تديله تسلسل ملكية كامل، توكيل بالبيع والشراء والتنازل على الكهرباء والمياه والبيع للغير والنفس. كل الحاجات دي بتاخد مننا. انما في اي تاني شركة عقارات او مكتب بيبيع يكتب عادين وخلاص. احنا لا، بنحب نأمن نفسيني ونأمن الزبون علشان خاطر الزبون جاي واثق فيني، واحنا عايزين دايما الثقة دي تبقى موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تشام من هنا. في أوضة هنا بس مقفولة عشان فيها أطفال. هي 3 أوض. ده البحر كمان من هنا. بداية الشقة من هنا.
تشطيبها لوكس. ده المطبخ. تمام. دي بلكونة جيب. هتخش هنا الحمام برضو. دي أوضة برضو، هي 3 أوض، مساحة 100 متر. الشقة دي عاملة 110 في وش الساحل. حاجة جميلة جدا، شوط هواء بحري، شوف البحر كمان. شايفين البحر؟ البحر الساحل بقى، يعني وشك مراية ومارينا، والطيار وكريت الطيار اللي في الوش الناحية التانية. مكان جميل جدا، وجه بحري، وأي حد يتمناه. أشوفكم على خير. تحياتي محمد عبده، والسلام عليكم. طبعا كل ما الانسان يتعب هيلاقي، زي المسابقه اللي فاتت شارك معانا ناس ياما وكتبوا كومنتات ياما، وفي ناس كسبت. خشوا اشتركوا في القناه، كبروا القناه. المسابقه في الفيديو ده لو ما وصلناش 50,000 ما تقلقوش، برضه هنختار واحد وهنكسبه.